في لحظات بتعدي علينا بتبقى عايز ترجع وعايز ترد وحاسس ان انت لا انا كان نفسي ارجع الموقف ده. حاجه من الحاجات اللي انا بحاول اعملها ان انا زي ما بكون اعمل شيفت ديليت للموقف دي. الموقف ده حصل بشكل معين عشان ربنا عايزه يحصل بشكل معين، عشان سواء اتعلم حاجه معينه اطلع بيها، او عشان ربنا عايزني امشي في السكه دي ان انا ما اردش ويحصل كذا. فبحس انه خلاص اللي حصل حصل وحصل اكيد بحكمه من ربنا، فخلاص انا مش محتاج افكر فيه. بس اللي ممكن بفكر فيه كتير عشان ارجع له هي اللحظات السعيده. يعني لحد دلوقتي بفكر وانا مثلا في ثالثه اعدادي وانا مش عندي اي حاجه اعملها في الويك اند غير ان انا اروح النادي واتنطط والعب واروح الترامبولين. كان في النادي عندي ترامبولين كده بعشقها. نفسي ارجع لوقت الجامعه بعد ما خلصت جامعه، اللي هي فتره ما بين خلصت جامعه وان انت مستني جيش، فتره من اللا شيء ما بتعملش فيها اي حاجه، مش مستني اي حاجه، مش مطلوب منك اي حاجه، وقت ضايع في اللا شيء. فانت ما بتعملش حاجه غير ان انت بتنزل قهوه بتلعب شايل اي هم، عارف ان انت داخل على حاجه كبيره بس انت بتستريح. خلصت جامعه انا عارف هو رايح عليا. يعني يعني داخل جيش مش مطلوب مني حاجه، ممكن اشتغل ممكن ما اشتغلش، ممكن مفيش مسؤوليات، مش مرتبط. غير بقى فتره بعد الجيش ان انت خلاص انت الوقت جه ان انت لازم تشتغل ولازم تكون بتجيب فلوس ولازم تكون بتحوش ولازم تكون بتعمل 1 2 3. ففي مصدرات كتير قوي في حياتي بفتقدها، بس يعني هاويفر كل فتره في حياتي ليها متعتها. يعني فتره الشغل واول مرتب واول قبض ليها متعتها، فتره الحياه الزوجيه مع الجواز مع عيشته بمشاكله بحاجاته الحلوه ليها متعتها، فتره الجامعه ليها متعتها. بس الحمد لله الحمد لله كلها لحظات سعيده اللي انا نفسي ارجع لها، عشان ممكن وحشني الاحساس ده شويه. اوكي.